اللي في الصورة ده عم شعبان. جه واحد مطعم ما عندوش ذرة كرامة، سرق تعب يومه كله في لحظة. عم شعبان كان بيطلع كل يوم من الساعة 6 الصبح للظهر تقريبا أو الساعة 2 الظهر عشان يجيب 150 أو 200 جنيه. يقوم النطع ده يسرق تعبه كله، فلوس البضاعة بمكسبه بكل حاجة في لحظة. طب يا أخي اشتغل ولا لم خردة لو مش لاقي شغل، ولا اعمل أي حاجة ترضي ربنا. يعني اللي أنت عملته وربنا فضحك عليه ده ممكن يكون الموقف رقم 1000 تكرر نفس العملة السوداء دي، وجاي على راجل غلبان مستغل ضعف جسده وعجزه وقلة حيلته. يا مفتري يا اللي مفيش في قلبك ذرة رحمة، تسرق منه كل اللي حيلته في لحظة، واللي ممكن اصلا يكون هياكل اولاده بيه او زوجته اللي اكيد مريضة زيه. مش وصف يتقال في الشاب ده واللي عمله غير انه نطع ومفيش في وشه ذرة دم ولا انسانية ولا رحمة ولا ضمير، لانه يقدر يعمل حاجات كتير جدا ياكل ويشرب منها هو واولاده، ولكنه للاسف اختار اللي بيختاره كل مره، والمره دي بقى ما عادش زي كل مره، لان ربنا شال ستره من عليه واتفضح. وكاميرا المراقبه جابته وهو بيسرق درج الراجل الغلبان بتاع الجرايد في حلوان، ولو كان لسه ما اتجابش اكيد هيتجاب من قفاه ويتعمل معاه الصح او الغلط، ما هو ما يستاهلش غير الغلط الصراحه. سيب لنا رايك في كومنت وصلي على النبي.